اليوم غادي نديرو مقارنة بين المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2023 في كوت ديفوار واللائحة الحالية لكأس إفريقيا 2025 على أرض المغرب، ونكشفوا اللاعبين الغائبين والجدد. كأس إفريقيا 2023: حراس المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بن عبيد. المدافعون: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير عبقر، محمد الشيبي. لاعبي الوسط: سفيان أمرابط، أمير ريتشاردسون، أسامة العزوزي، سليم أملاح، عز الدين أناحي، بلال الخنوس. المهاجمون: حكيم زياش، أمين حارث، سفيان بوفال. والبقية. كأس إفريقيا 2025: حراس المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي الحرار. المدافعون: أشرف حكيمي، محمد الشيبي، جواد اليميق، رومان سايس، عبد الحميد أيت بودلال، نايف أكرد، آدم مسينا، نصير مزراوي، أنس صلاح الدين. لاعبي الوسط: أسامة ترغالين، سفيان أمرابط، إسماعيل صيباري، نائل الإناوي، بلال الخنوس، عز الدين أناحي. المهاجمون: إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، شمس الدين طالبي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، سفيان رحيمي، إلياس بن صغير. اللاعبين الغائبين عن 2025 بعد مشاركتهم في 2023: المهدي بن عبيد، يحيى عطية الله، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير عبقر، أمير ريتشاردسون، أسامة العزوزي، سليم أملاح، حكيم زياش، أمين حارث، سفيان بوفال. اللاعبين الجدد في 2025: المهدي الحرار، جواد اليميق، عبد الحميد أيت بودلال، آدم مسينا، أنس صلاح الدين، أسامة الغالين، نائل الإناوي، إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، إلياس بن صغير. باختصار، المغرب حافظ على نجومه الكبار مثل بونو، حكيمي، سايس، مزراوي، أمرابط وأناحي، مع إضافة دماء جديدة لتعزيز الصفوف، وهذا التجديد يعطي المنتخب فرصة كبيرة لتحقيق نتائج ممتازة في كأس إفريقيا 2025. الآن الدور عليكم أن تقولوا شكون اللاعبين اللي متحمسين تشوفوهم في البطولة. كتبوا تعليقاتكم وشاركوا الفيديو مع كل عشاق كرة القدم، وخلينا كلنا ندعم أسود الأطلس على أرضهم.